واش عارفين المنتخب اللي غنلعبوا معاه الحد كيتلقب أسود تيرانغا وبلادهم كتعتبر فاس العاصمة الروحية ديالهم؟ نعطيكم 5 معلومات غتصدمكم على السنغال. جات في أقصى غرب إفريقيا، كتطلع على المحيط الأطلسي غربا، عاصمتها داكار، وقبالة هذه العاصمة كاينة جزيرة غوري. كان الطريق لا عودة في عهد تجارة العبيد، تحولت من مركز لتصدير العبيد من إفريقيا لأوروبا وأمريكا إلى رمز شاهد على قساوة المستعمر. طبقهم الوطني هو تيبوديان، كيتكون من الرز بالحوت والخضر، وهو طبق ضروري في المطبخ السنغالي. عندهم بحيرة ريتبا لونها وردي، والسبب هو نوع من الطحالب منتشر فيها ونسبة الملوحة العالية. كاين رابط قوي بين المغرب والسنغال، بحيث العديد من السنغاليين كيجيو لفاس لزيارة الزاوية التيجانية اللي كتعتبر قبلة روحية لهم. لقب منتخبهم أسود تيرانغا. كلمة تيرانغا باللغة المحلية كتعني الضيافة. عندهم لقب واحد في كأس إفريقيا نسخة 2021، إذا غادي نلعبوا ضدهم على النجمة الثانية. أسود تيرانغا ضد أسود الأطلس. لمن غتكون الغلبة في هذه القمة الإفريقية؟